الو. يا حبيبي كلت؟ شكلك تعبان، تعال ارتاح شوية. والنبي ماما سيبيني دلوقتي، انا ورايا شغل ومشغول قوي. ماشي يا ابني، ربنا معاك. امال ايه يا عم، كل شويه امك تكلمك مش سايبه وراك اي حاجه خالص. اه والله العظيم طول الوقت بتسأل رايح فين وجاي منين، وحاجه بقت خانقه. لا حاسب، دي النعمه اللي في حياتك. هيجي عليك وقت تتمنى رضاها بعد ما تروح منك، مش هتحس بالكلام ده الا لو راحت منك زي. انا بقيت بتمنى الزمن يرجع بيها تاني عشان اعيش تحت رجليها. يا ريت انا اكون لسه عايشه، يا ريت انا اكون لسه عايشه، يا ريت انا اكون لسه عايشه. كنت عايش تحت رجليها 24 ساعه. ما عادش حاجه ليها طعم، ولا اكل ولا شرب، ولا بنتلم زي زمان على طبليه واحده. حتى مشاكلنا كنتش بحكي لحد، ما كانش حد بيحس بيا غير امي. حافظ عليها. انت عندك حق على فكره والله، بس انا الموضوع ما كانش في دماغي كده، بس برضه في الاخر انت عندك حق. امي انا تحت رجلها. هكلمها دلوقتي على طول. ايوه كده يا عم جدع. ايه يا ست الكل، عامله ايه؟ معلش والله العظيم غصب عني، انا كنت مشغول في حاجه بعملها فما ركزتش معاكي، والله سامحيني. حقك على راسي يا احسن واحده في الدنيا. تسلمي لي، هجيلك حالا. على السلامه يا حبيبتي. ايوه كده يا عم. امك دي الوحيده اللي في العالم كله، هي الوحيده اللي بتحس بيك، هي اللي بتحس بوجعك، تحس بالحاجه من غير ما تقول لها عليها. عندك حق يا صاحبي والله. يلا اسيبك انا بقى عشان اروح لها، عشان مستنياني.